السلام عليكم، مرحبا. أنا ليلى فتوح. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حلقة بسيطة وسريعة جدا بس مهمة جدا في عمل الحلويات الشرقية، وهو السيرب للحلويات الشرقية بجميع أنواعها. هنعمل النهاردة صنفين. هنعمل سيرب متوسط، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وهنعمل كمان السيرب التقيل قوي. أنا معايا دلوقتي 4 كوبايات من السكر، وهنزل عليهم بكوبايتين من المية. ده السيرب المتوسط اللي لا هو تقيل ولا هو خفيف قوي. ده انا بستخدمه في النابلسية او الهريسة او البسبوسة. زي ما حضرتك شايفة هنزل عليهم المنكهات. معايا قرفة عود وقرنفل، وكمان شوية يعني بسيطة قوي من الفانيلا. تقدري تستخدمي اي منكهات انت بتفضليها. ومعايا كمان معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز بيدي لمعة جميلة جدا للسيرب بتاعي، بالذات مع الحلويات، وده بيظهر لما بنزل فيه بلح الشام او القطايف او اصابع زينب. وقبل كده احنا عملنا مع بعض حلقة اصابع زينب، وشوفي لمعة جمال السيرب على اصابع زينب. هستخدم دلوقتي كمان، هنعمل في نفس الوقت السيرب التقيل. 3 كوبايات من السكر، هنزل عليهم كوباية واحدة بس من المية، لان السيرب ده انا هستخدمه للبقلاوة بالقشطة اللي هي الجلاشات بانواعها، او القطايف، او الزلابية اللي هي العوامة، او اصابع زينب والمشبك والمبرومة والبلورية. هنزل برضو نفس المنكهات، وتقدري حضرتك ان انت تستخدمي حبهان او تستخدمي مية الورد، زي يعني ما يروق ليكي مزاجك يعني. انا هرفعهم على النار الاتنين، وطبعا هسيبهم لغاية ما يغلي. مش هنعمل اي حاجة خالص، ولا هقلب ولا اعمل اي شيء. مجرد ان السيرب بتاعي هيغلي، ده دليل ان السكر بتاعي خلاص داب في القاع، ما عادش فيه سكر. وبرضه هنختبر الموضوع، هنقلب كده ونشوف هل في سكر في القاع ولا لا. لا، مفيش سكر. معنى كده ان الكثافة بتاعت المية بقت خفيفة، ولذلك هو غلي. هنزل على كل حلة منهم بنص ليمونة، يعني معلقة كبيرة من عصير الليمون، او ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، اي حاجة متوفرة عندك في البيت. وهجيب مية عادية وفرشة، واحاول امسح جوانب الحلة لو عليها اي نسبة من السكر، لان ده اللي بيخسر السيرب بتاعي، وبعد ما بيبرد يسكر معايا. زي ما حضرتك شايفة، مجرد ان هو غلي معايا وعصرت الليمون، هبتدي اخفض النار وهسيبه لمدة اقل من ربع ساعة، يعني اقل من 15 دقيقة، لغاية ما ياخد ويدي بهدوء. وبعد كده انا هرفعه من على النار. كده الشربات بتاعنا او السيرب بتاعي جاهز. هحاول اختبره. ده السيرب بتاعي المتوسط، اللي انا بختبره ده المتوسط. لو نزلت النقطة وفرشت معايا في الطبق، يبقى معنى كده ان السيرب بتاعي مش مستوي تمام، ومش واخد المقادير ومش مظبوطة. طيب لو النقطة نزلت نقطة بالظبط، يبقى معنى كده احنا وصلنا للنتيجة المثالية او النتيجة المطلوبة. معايا 2 برطمان، دخلتهم طبعا مغسولين كويس قوي، ودخلتهم الميكرويف على 30 ثانية اتعقموا معايا. او ممكن تنزليهم في مية مغلية، وبعد كده تطلعيهم يجفهم، وبعد كده نحط فيهم. ده السيرب بتاعي المتوسط. لاحظي حضرتك السرسوب مش هتلاقيه تخين قوي، لانه هو متوسط. وده السيرب بتاعي التقيل اللي احنا عملناه مع بعض. طبعا ده كله بعد ما برد. لاحظي حضرتك برضو السرسوب بتاعي عريض وحجمه سميك، لان ده السيرب بتاعنا بتاع البقلاوة وبتاع اصابع زينب والمشبك والبلورية والمبرومة والعوامة. ده السيرب المخصص له. هبتدي دلوقتي اجيب كل المنكهات اللي كانت عندي في الحلة بتاعتي، وهنزلها مع السيرب عشان احتفظ بيها لحين الاستخدام. زي ما حضرتك شايفة بتديها ريحة جميلة، وبيستمر السيرب بتاعي ريحته جميلة، وكمان تقيل زي ما هو. هغطيه طبعا بغطا يكون محكم، وهركنه عندي في المطبخ لحين الاستخدام. يعني مش هنحطه في تلاجة، لا، في المطبخ عادي. بكده نكون احنا انتهينا من حلقتنا.
ياريت تكون حلقة مفيدة جدا ليكم بالذات للمبتدئين، لأنها حلقة مهمة جدا لعمل الحلويات، يعني نمرة واحد في عمل الحلويات الشرقية ونجاحها. ياريت ما تنسونيش من صالح أعمالكم بالدعاء ليا والأم الغالية.